بيحصل في بعض الأماكن إنك تلاقي حد بياخد مجهود حد، يعني مثلا مدير بياخد مجهود الموظف الأصغر منه وتحته وينسبه ليه وينجح ويحقق التارجت على حسابه. حد ياخد مقال من حد بس يقعد إيه، نشيل من ده يحط من ده مش عارف إيه يحط حاجة تانية يعني، وينتشر المقال بس الفكرة الأساسية تكون مش بتاعته. حد ياخد من حد فكرة معينة، كلام معين، أي حاجة من الحاجات دي بقت منتشرة للأسف في الفترة الأخيرة. أولا هم كده يعني بيعملوا حاجة سرقة شبيهة بالسرقة أو هي فعلا سرقة، خصوصا في الأبحاث العلمية والحاجات دي. وليها حساب عند الله سبحانه وتعالى. النقطة التانية، ربنا مش هيبارك لهم مهما هو انتشر بيه أو مهما هو حقق التارجت وحصل على حاجات كتير، عمر ربنا ما هيبارك له. النقطة التالتة، لازم تعرف ان انت في نظره حد كويس جدا، وحد هو بيوصلك بصة حلوة، وعارف ان انت بتعرف تطلع محتوى كويس او